لسه القبض نازل ودخلت تجيب حاجه من السوبر ماركت ونفسك هفتك على شوكولاتايه، قلت ان شاء الله ما حد حوش وطلعت مرتبك كله واشتريت بيه بار شوكولاته. كريدت كارت اهو يا معلم، عندك مكنه؟ روحت البيت بتفتح بار الشوكولاته لقيته ناقص حته. لا انت فاكرني المذيع ده؟ انا قتال قتله، انا مرمط. في 2014 براند ميلكا نزلوا 5 مليون بار شوكولاته ناقصين مربع، وكان ليهم هدف صايع ورا الموضوع ده. دايما الشوكولاته معروف انها برودكت الناس بتحبه، بس لما بتستهلكه بتحس بالذنب بعدها، وده اللي الشركات بتاخد بالها منه لما بتيجي تعمل اعلان لاي براند شوكولاته. دايما المسج بتكون مركزه على كونسبت الشيرنج عشان تخفي بيه الاحساس بالذنب اللي بيحصل بعدها، وده اللي ميلكا حاولت تعمله بس بشكل مختلف. بدل ما يقولوا للناس يشيروا الشوكولاته مع بعض كعاده في كل البراندات، تعملوا فيها سربرايز ماركتنج. حطوا كود على كل بار شوكولاته ناقص، الكود ده بتكتبه على الموقع بتاعهم فيطلع لك خيارين: يا اما تاخد مربع الشوكولاته اللي ناقص ده لنفسك، او تشيره مع حد بتحبه ومعاه رساله لطيفه. معظم الناس قرروا يبعتوها لحد بيحبوه، وده اللي خلق ايموشنال كونكشن ما بين الكونسيومرز والبراند، وزود الورد اوف ماوث وفيراليتي الكامبين دي بين الناس. كفايه انك كبراند تحول احساس بالذنب بيحصل بعد استهلاك البرودكت بتاعك لميموري حلوه تخلي الناس يشتروا منك دايما عشان يفتكروها. وعشان تعرف كامبينز اكتر زي دي، لايك وفولو واستناني. انا عمر سامي واسرع عليك.